السلام عليكم ورجعنا لكم بفيديو جديد واكتر 10 افلام انا منتظرها لسنة 2024. وفي الفيديو ده اتكلم زي ما بقول عن اكتر 10 افلام انا منتظرها للسنة دي. فعايزك تسيب لنا في الكومنتات اكتر 10 افلام او اكتر افلام عموما انت منتظرها السنة دي. وقبل ما ابدا في حاجه حابب انوه عليها، وهي ان في فيلمين كان المفروض يبقوا معانا في قائمه النهارده، ولكن بسبب الاضراب اللي اجل من عمليات الانتاج بتاعتهم الفيلمين دول مش معانا، وهما فيلم سبايدر مان بيونز ذا سبايدر فيرس وفيلم كوينتين تارانتينو والاخير موفي كريتيك. والفيلمين دول انا متحمس جدا ليهم، ولكن بسبب الاضراب عملية الانتاج بتاعتهم اتأجلت، فمش متوقع خالص ان هم هينزلوا السنة دي، لان هم حاليا ملهمش ميعاد محدد. وبرضه متنساش بقى لايك وسبسكرايب، جايبين بقى مايك جديد ولسه في تجديدات جاية وبتاع، فسبسكرايب بقى ولايك ويلا بينا. الفيلم العاشر هو الفيلم المشتق من عالم جون ويك، فيلم باليرينا، واللي من بطولة أنا دي أرمس، واللي لوحدها سبب كافي يخليك إن أنت تتحمس للفيلم. والفيلم مفيش تفاصيل كتير عن قصته غير إن هو هيكون رحلة انتقام جديدة للشخصية اللي هتأديها أنا دي أرمس. وهنشوف الفيلم ده برضو عودة كانو ريفز في دور شرفي، وانضمام كمان نورمان ريدوس لكاست الفيلم، واللي هينزل بتاريخ 8 يونيو السنة دي طبعا 2024. الفيلم التاسع وعودة عالم سيد الخواتم من جديد بفيلم الانيميشن لورد اوف ذا رينجز ذا وور اوف ذا روهيرلم. الفيلم دوت انا متحمس له لان هو هيكون من انتاج وارنر بروس مش امازون، وطبعا مش هنشوف تاني الكارثة اللي شفناها في مسلسل رينجز اوف باور. الحمد لله ان احنا مش هنشوف الكلام ده تاني. اتمنى ان وارنر بروس ان هي تقدم لنا عمل كويس. الفيلم هيكون من بطولة براين كوكس، عمنا بطل مسلسل سكسيشن، هيقوم بأداء صوتي للشخصية الرئيسية في الفيلم دوت، ويحكي عن قصة ما قبل الثلاثية عالم لورد اوف ذا رينجز الأولانية، واللي هيحكي عن الحرب اللي شكلت عالم الأرض الوسطى وعالم لورد اوف ذا رينجز عموما. متحمس جدا الفيلم دوت، هينزل بتاريخ 13 ديسمبر. الفيلم الثامن بعد 10 سنين من الجزء الأول من فيلم ماد ماكس نزل في سنة 2014، بيرجع بجزء جديد، واللي هيكون بريكوال أو بيحكي عن أحداث ما قبل الجزء الأول، واللي هتركز على شخصية فريوسا وماضي الشخصية ديت. والفيلم هيكون بطولة أنيا تايلور وكريث هيمثورث. متحمس جدا الفيلم دوت لأن جورج ميرر، الراجل اللي مؤسس السلسلة دي كلها، هو اللي هيكون مسؤول عن إخراج الفيلم دوت. ف واثق فيه، ما اعتقدش الفيلم هيكون حلبه خلاص من ورنر بروس، وواثق ان هو يقدم لنا حاجه نظيفه. والفيلم هينزل بتاريخ 23 مايو. الفيلم السابع هو فيلم مشتق برضه ولكن من عالم اكوايت بليس، واللي هيكون بعنوان اكوايت بليس داي 1، واللي هيحكي عن اليوم الاول او بدايه ظهور الكائنات اللي شفناها في الجزئين بتوع اكوايت بليس. ومتحمس جدا للفيلم دوت ان احنا نشوف بدايه ال يعني الوباء او الغزو الفضائي دوت جه ازاي على الارض، وكان الناس اتعاملوا معاه ازاي في الفتره الاولى. احنا شفنا في خلال الجزئين الاولانيين العيله اللي احنا كنا ماشيين معاها كانت متمكنه شويه وعارفه تعمل ايه وتتعامل ازاي مع الكائنات ديت، ولكن في الفيلم دوت احنا هنشوف الناس مش عارفه اي حاجه، فبالتالي هيكون عنيف اكتر، فيه دم اكتر، فيه موتات اكتر، وهيكون فيلم دموي جدا. ومن وصف الفيلم انه هيكون درامي اكتر من انه فيلم رعب. الكاست بتاع الفيلم كاست محترم جدا، فمتحمس له جدا، وهينزل بتاريخ 28 يونيو. الفيلم السادس، السنة اللي فاتت شفنا عودة مارتن سكورسيزي بعد غياب 4 سنين، ورجع لنا بتحفة كيلرز اوف ذا فلاور مون، كان من أفضل أفلام السنة. والسنة دي بنشوف عودة أستاذ مارتن سكورسيزي اللي اتعلم منه حاجات كتير، فرانسيس فورد كوبلا. وبيرجع من بعد غياب من 2011، بيرجع بفيلم ميجا لوبوليس، والفيلم هيكون تصنيفه دراما وخيال علمي، وغريبة شوية خيال علمي على فرانسيس ديت، ولكن انا متحمس جدا. المخرج دوت الفيلم بتاعه فهو اكيد عراب السينما اللي عمل فيلم جاد فازر، اللي يعتبر من افضل الافلام في التاريخ، وبالنسبه لناس كتير هو فيلم الافضل في التاريخ. ولكن الفيلم هيكون من بطولة ادم درايفر، ومفيش تفاصيل كتير عن قصته ولا ميعاد محدد، ولكن كوبلا قال ان الفيلم هيتعرض قريب، وكل المصادر بتتوقع انه هيتعرض في مهرجان كان السينمائي في شهر مايو، ولاحقا للجميع، ولكن لاحقا دي معناها في 2024
الفيلم الخامس فيلم ريدلي سكوت الجديد، وبعد 24 سنة بيقرر يعمل جزء تاني من فيلم جلاديتور. متخوف شوية من الفيلم دوت ومتحمس له في نفس الوقت. متخوف لأن سياسات هوليوود الأخيرة في عمل أجزاء تانية من الأفلام القديمة يعني مش كلها يعني بالنجاح، ودوت اللي أنا متخوف منه. وكمان الكتابة بتاعة آخر فيلم ريدلي سكوت كانت ضعيفة شوية. فيلم نابليون ما كانش قد كده في الكتابة، واسيب لك مراجعته في الديسكريبشن. والمهم يعني الفيلم برضو متحمس له بسبب الكاست الضخم جدا، واللي هو عندك بول ميسكال، بيدرو باسكال، وعندك كوني نيلسون، وعندك جوزيف كوين، وكمان دينزل واشنطن. فكاست ضخم جدا. ريدلي سكوت من الناس اللي بتعرف تعمل افلام يعني ملحمية جدا، ولكن الكتابة اتمنى ان هي تكون احسن من فيلم نابليون فيلمه الاخير. واخر كام فيلم ليه برضو ما كانوش قد كده. وفيلم جلاديتور الجزء الثاني هينزل بتاريخ 22 نوفمبر. الفيلم الرابع هو الفيلم الوحيد لعالم مارفل في السنه ديت، وهو فيلم ديدبول 3. متحمس جدا للفيلم دوت. هنشوف فيه عوده وولفرين من تاني، وثنائيه وولفرين مع ديدبول اللي كان نفسنا نشوفها من زمان. وهنشوف برضو بقى الثنائيه بتاعتهم ديت في رحله المالتيفيرس، وهنشوف الكوميديا الساخره اللي هيقدمها ديدبول على احوال المالتيفيرس وعالم الاكس مين وعالم مارفل السينمائي، ويعني تدخل المالتيفيرس في كل حاجه، واعمال الكوميك بوك اللي بقت سيئه. يعني كون ان هما لو اتريقوا على الموضوع دوت في الفيلم، دي هتكون حركه صايعه جدا من مارفل، ان هي تعرف الناس ان هي عارفين ان انتوا بتتكلموا في ايه، وعارفين ان انتوا مش عاجبكم الوضع، وهنحاول نحسن كده. اتمنى انه ما يكونش مقلب برضو الفيلم دوت وزي اخر الافلام اللي كانت سيئه جدا في جانرة الكوميك بوكس. ولكن انا متفائل خير ان شاء الله. هيو جاكمان طالما عرفوا يقنعوه، هو ما كان مصمم ان هو خلاص يعني انتهى من دور وولفرين. يا اما اقنعوه بفلوس حلوه، يا اما اقنعوه بسكريبت كويس، واتمنى يكون سكريبت كويس. والفيلم هينزل بتاريخ 26 يوليو. الفيلم الثالث فيلم المخرج الكوري الاوسكاري بونج جون هو. ولما اقول بونج جون هو يعني ماذر، يعني ميموريز اوف ميردر، يعني باراسايت، واللي هو كان اول فيلم غير ناطق باللغه الانجليزيه يفوز يعني بجائزه بيست بيكتشر في جوائز الاوسكار اللي هي افضل فيلم عموما، وده اللي كان انجاز تاريخي طبعا. ويعني متحمس جدا للفيلم دوت، وهو ميكي 17. والفيلم هيكون من بطولة روبرت باتنسون، مارك رافالو، وستيفن يون، وغيرهم من النجوم. فعندك كاست قوي جدا، مخرج تقيل، مخرج يعني بيحب السينما فعلا، بيحاول يختبر عقل المشاهدين في افلامه اللي بيكون فيها غموض ومعتمد دايما على الجريمة والإثارة. فهقدم لنا فيلم خيال علمي، هيكون فيلم تقيل طبعا. روبرت باتنسون من الناس اللي بثق فيها جدا في ادواره الاخيره، خاصه فيلم ذا باتمان اللي قدم فيه اداء رائع جدا من احسن نسخ باتمان. والفيلم هينزل كان المفروض بتاريخ 29 مارس، ولكن اتأجل لأجل غير مسمى. ولكن أجل غير مسمى ده يعني خلال 24. الفيلم التاني فيلم جوكر الجزء التاني. فيلم جوكر الجزء الأول كان تحفة فنية. يعني تود فيليبس قدم لك فلسفة المهمشين والأشخاص اللي المجتمع رافضهم، بيمروا بإيه، وممكن يكونوا يا حياتهم توصل لإيه، وممكن يعملوا إيه في المجتمع بسبب رفضه ليهم. ويعني وكين فينيكس قدم أداء عظيم جدا. شفنا جانب مختلف جدا من شخصية الجوكر اللي مازالت بتبهرنا. في كل ما بتتقدم بنشوف جانب جديد من شخصية الجوكر، لو تعتبر أحسن يعني من أحسن الفيلنز في تاريخ الأفلام والسينما والفن عموما. ويعني متحمس جدا للجزء التاني، عايز اشوف تكمله القصه، عايز اشوف توت فيليبس عايز يقدم ايه تاني. طبعا شفنا في الجزء الاول وكين فينيكس خد اوسكار على الجزء ده، هل ممكن يكررها تاني؟ وبنشوف برضو انضمام ليدي جاجا للفيلم دوت وبدور هارلي كوين. فمتحمس جدا، والفيلم برضه هيكون موسيقي. مش متخوف قوي من الموضوع دوت، واثق في دوت فيليبس هيعرف يوظف كون الفيلم موسيقي مع الدراما اللي عايز يقدمها في الفيلم دوت. وهينزل بتاريخ 4 اكتوبر. متحمس جدا للفيلم ده. والفيلم الاول واكتر فيلم انا منتظره لسنة 2024 هو فيلم دون بار 2. الفيلم دوت انا متحمس له جدا، لان عايز اشوف تكملة القصة اللي دينيس فيلينوف بدأها. وطبعا انا عارف ان هي مأخوذة من كتاب، ولكن دينيس فيلينوف قدم لنا تحفة بصرية في الجزء الاول. الناس اللي كانت يعني بتقول ان الجزء الاولاني كان ممل وناموا فيه ومش عارف ايه، يعني كل الاراء اللي شافوا الفيلم في العروض الخاصة
قالوا ان الجزء ده تفوق على الجزء الاولاني بمراحل. عايز اشوف تكمله قصه بول اتريتس في عالم دون المثير جدا للاهتمام دوت. واثق جدا في دينيس فيلنيف، يعني مخرج فيلم بريزونرز، ارايفل، وانمي، وبليد رانر، افلام كتيره جدا جامده جدا عملها الراجل ده، فواثق فيه جدا. وعايز اشوف تكمله القصه ديت. والفيلم كان المفروض هينزل السنه اللي فاتت ولكن اتاجل ل1 مارس 2024، ومتوقع ان هو يتاجل عندنا بسبب ان هو هينزل في رمضان يعني، وهيتاجل للعيد. وبس كده، دي كل حاجه عندي النهارده. قول لنا اكتر الافلام اللي انت متحمس لها في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم.